مرحبا يا أصدقاء، واليوم مع أول فيديو لتعليم اللغة الكردية. أصدقائي، اللغة الكردية مثلها مثل أي لغة تانية استخدمت أكثر من أبجدية خلال تاريخها الطويل، لكن آخر أبجديتين استقرت عليهن اللغة الكردية هي الأبجدية الكردية اللاتينية والأبجدية الكردية ذات الأحرف العربية. وكوننا رح نتعلم اللغة الكردية بلهجتها الكرمانجية، فضروري تعرفوا أنه معظم الكرمانج أو متحدثي اللهجة الكرمانجية بيعتمدوا الأبجدية اللاتينية اللي ابتدعها العلامة اللغوي جلادة بدرخان، والمكونة من 31 حرف. طيب خلونا نبدأ بالأبجدية الكردية مع مثال على كل حرف. بس قبل ما نبدأ ضروري تعرفوا إنه كل كلمة كردية تقرأ كما تكتب. أي حرف بتشوفه بالكلمة الكردية بينقرأ. ألفابيا كردي: آلا، با، بق، جا، جام، چا، چار، دست، واللي بيقابلوا الفتحة باللغة العربية، أني، إيش، فرهنگ، گاو، هوال، وهذا الحرف بشكل عام ما بيجي بأول الكلمة الكردية. إسلام، إي صوت، جيان، كار، لا، ليف، ما، موز، نان، اول، پور، قلو، رش، سيف، شش، توز، وهي بتقابله باللغة العربية الضمة، وبشكل عام ما بيجي بأول الكلمة، فرح نعطي مثال عليه وهو بمنتصف الكلمة. قل، كمان هذا الحرف بشكل عام ما بيجي بأول الكلمة الكردية باستثناء بعض الكلمات مثل أورس، فالا، ولات، خلات، يك، زر.